تخيل ان مخزونك اللي على امازون اف بي اي ممكن في يوم وليله تلاقيهم اتبرعوا بيه من غير حتى ما يقولوا لك، او دخل اوكشن بيقولوا لك حاجاتك اللي عامله $3000 احنا هنبعت لك $200. امتى بقى الكلام ده هيحصل؟ امازون بيرن الاي اي بتاعهم هيبتدي من يوم 30 سبتمبر يشوف اي بضاعه مش شغاله وواخده رفوف عندهم هيحطوها في الاوكشن، يعني في المزاد. لو ما اشتغلتش هيرموها او هيعملوا لها دونيشن. معناه ان انت لازم تخلي بالك من الايميل بتاعك كويس جدا، شوف النوتيفيكيشن اللي على السيلر اكونت بتاعك بتاع اف بي اي، شوف البضاعه اللي مش شغاله حاول تسحبها من هناك وترجعها للمخزون بتاعك. المشكله هنا ان هم بيرنوا الموضوع ده بذكاء شويه، عشان هم عارفين ان الناس كتير بره امريكا بيبيعوا جوه امريكا وبيبعتوا اف بي اي من الصين وفاتحين شركات هنا في امريكا بس فيرتشوال كومباني، يعني اصل الشركه بتبقى شغاله وقانونيه بس ما فيش مخزن البضاعه دي تروح له، عشان ده واحد مثلا قاعد في الصين، قاعد في ماليزيا، قاعد في اي حته وبيشتغل على امازون اكونت بتاع امريكا. خلي بالكم الموضوع ده كويس، حاول تخش على الاكونت بتاعك وتشوف اللاست ابديت. خلي بالكم ده هيبدا من يوم 30 سبتمبر، فهتلاقي بضاعتك بتروح دونيشن او بتتباع في المزادات من غير ما تعرف.